السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب دايما كده تكونوا بخير انتوا واولادكم واحبابكم وكل اللي تحبوه. هنعمل النهارده ان شاء الله باذن الله الكشري بتاعنا كده المصري الحلو ده. وطبعا احنا بنحبه في الشتاء والصيف، بس في الصيف بقى اكله شتويه اكتر، يعني بنحب الحاجات السخنه قوي في الشتاء كلنا يعني. والكشري معروف ان هو محبوب، يعني معظم الناس بتحبه. هنسمي الله كده. انا حاطه الميه عشان المكرونه. نبتدي كده نسمي الله. دي المكرونه اهي. وطبعا انا كنت جايبه مكرونه قلم من الرفيعه دي، تبقى جميله قوي، فقلت برضه احطها معاها. وابقى اعمل شويه مكرونه سباكيتي، لاني في ولادي ما بيحبوش مكرونه سباكيتي على الكشري، فدول بقى اسلقهم لوحدهم، بعدين ابقى اسلق سباكيتي. طبعا دي هسيبها تتسلق وهكمل معاكم بقيه الخطوات. تقليبه بس، تقليبه كده. وانا لما بحطها تتسلق عامه في اي وقت بحطها ما بغطيش عشان ما تفرش. هو طبعا البصل بيتقطع شرايح، بس انا بحب اعمله بالمبشره يعني. طبعا بنكتر الزيت، لان الزيت ده هنستعمله في كذا حاجه. اقلب فيه شويه وارجع لكم. لون بني قوي كده. بقى انا بحطه في المصفى كده على طول، الحله اللي اعمل فيها الرز. وطبعا بناخد من الزيت لانه بيبقى كتير، بنحط في الحاجه اللي احنا هنعملها الخطوات التانية. بس كده شو بقى كده يتهوى يعني. بس كده هنسيبه بقى. نعمل بقى الصلصه. نعمل الصلصه بقى. هنحط بقى الثوم. هنكتر الثوم عشان بنخلي الطماطم جنبيه حلوه. طبعا ما بخلوش برضو يعني يغمق قوي، بدوب برضو لون ذهبي كده حلو فاتح، عشان الصلصه كده تبقى منوره. بس كده كفايه. وادي الطماطم اهي. برضو في الخلاط اهو. نتبلها. فلفل اسود، شوية كمون صغيرين تدي طعم برضو، شوية ملح، هنحط بقى الشعرية.
ده الزيت اللي كان فاضل من التقليه بتاعت التقليه اللي هنحطها في الاخر. انا طبعا زي ما انتوا عارفين بنبل العدس، انا طبعا بلمني امبارح بالليل، يعني ممكن تقليها ب5 ساعات ب4 ساعات، بس انا بليته بالليل بقى عشان يستوي على طول مع الرز والعدس، الرز والشعريه. خلاص كده خدت اللون الحلو. وادي الرز. ممكن ساعات برضو كنا بنحمر الشعريه بره لوحدها يعني، ونحط عليها الرز وبعدين ونحمرهم برضو مع بعض. وكنا كنت بحط العدس على التقليه دي او الزيت الاولاني ده، بيبقى فيه طبعا شويه بصل كده وبيغلوا مع بعض مع العدس غلوتين، وبعد كده كنت بسقط الرز متحمر هو والشعريه. ممكن كده وممكن كده يعني. حط بقى العدس. ريحه بقى يعني لما بيتحط كل الخليط على بعضه بيبقى طالع ريحه من كل الحاجات بقى، ريحه الشعريه وريحه الرز لما اتحمرت والعدس كامل بقى. حط بقى الميه. طبعا الميه لازم تكون سخنه عشان يبقى مفرفط كده. شوف الجمال بقى والحلاوه. حط له بقى الملح. برضه فلفل اسود. برضه شويه كمون. يغلي غلوه كده واروح موطيه عليه التوطيه البسيطه دي. ريحه بقى الكشري ابتدت الريحه تبان الجميله بقى، اللي هي بتبقى اي حد يشمها يقول ده كشري، يعني بيبان قوي ريحته هو والمحشي. شويه كده. بصوا بقى الجمال بقى. بصوا يعني حبايه بحبايه اهي. فلفل ازاي، بصوا بصوا ما شاء الله، الله اكبر، يعني طالع جميل كده، معمول بحب وجميل كده. بس كده بقى كنت مطيه عليه. هوريكم بقى المكرونه. انا حطيت لها الزيت بقى وقلبتها تقلبتين كده، شوفوا عامله ازاي، بصوا ما شاء الله. بصوا طبعا الزيت بيديها برضو ايه لمعان وطعم حلو كمان زي ما انتم شايفين كده. بصوا الجمال، بصوا عامله ازاي. هغرف لكم بقى واوريه لكم. زي ما انتم شايفين كده خلصنا الكشري. شوفوا الكشري بقى وحلاوته وجماله عامل ازاي. بصوا الطبق، بصوا الجمال والحلاوه
لما تاكلي منه مش هتشبعي من حلاوته والله بجد. حطيت شويه صلصه، حطيت عليهم شطه للي عايز، وعملت دقه بالثوم، شوحت الثوم ورحت حاطه طشته بالخل، وحطيت كمون وفلفل اسود، شويه ملح، وبعد ما طفيت عليها رحت حاطه عصره ليمونه كده، وعملت طماطم مخلله اهي زي ما انتم شايفين. عايزين تعملوا بتنجان مخلل اعملوا، عايزين تعملوا بيبقى حلو برضو، عايزين تعملوا بتنجان كنا مقطعه مكعبات وبنحمره وبنحطه عليه برضو دقه بتاعه التخليل بتاع البتنجان، وبنقلبه كده ببعضيه وحبه بقدونس، بيبقى جميله جدا مع الكشري برضو. طبعا اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه، وبالهنا والشفا. يا رب يكون عجبكم، ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلوا. ميرسي قوي، السلام عليكم.